يا مساء الفل يا شباب، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنحل المسألة رقم 8 معانا اللي بتتكلم عن المابس، وهنا بيقول لي create a map for a student، يعني هننشئ ماب بتمثل طالب. وعلى فكرة المابس من الحاجات المهمة جدا اللي انت هتتعامل معاها كتير قوي. لاحظ ان هي بتساعدك في حاجات كتيرة جدا، هتحل بيها مشاكل مختلفة، فبالتالي مهم جدا ان انت تفهمها كويس. وانا عارف ان الماب من الحاجات اللي في البداية خالص بتلخبط الطلبة اساسا، فتعال نبص على السؤال ده بحيث ان هو يساعدنا شوية نفهم اكتر الماب اساسا ممكن تساعدنا فيه. هو دلوقتي بيقول لك انشئ ماب فور ستودنت، يعني خلي بالك الماب دي للطالب ده فقط لا غير. ما قالكش مثلا انا هنشئ ماب فيها درجات الطلبه او فيها مثلا المرتبات بتاعه المدرسين، لا ده قال لك ماب لطالب، يعني كل البيانات اللي في الماب هي بتعبر عن الطالب ده. وانا عارف ان الماب بتربط قيمتين، كل ايتم فيها او كل انتري فيها بتربط قيمتين بكيو فاليو، فبالتالي كل قيمه هحطها للطالب ده لازم هيكون ليها كي، لازم، عشان انا عارف ان السؤال ده فيه طلبه كتير هتكون عملته بشكل كده غريب شويه. اما تعالى كده نكتبها كود ونشوف الموضوع سوا. هو بعد كده بيقول لي ان البيانات هتكون النيم والايج والجي بي اي. يعني انا لما اروح كده مثلا في الكود عندي واجي هنا مثلا اقول خلي بالك انا عندي فار طالب، انا همثل هنا طالب كامل، مش اسم بس، مش عمر، مش درجه، لا طالب كامل هيبقى عندي. هيساوي اقول ماب اوف، وبعد كده انا عارف ان انا هنا هحط الكي تو فاليو. فاول كي عندي هيبقى نيم، الفاليو بتاعته هتبقى ايه؟ هتبقى مثلا ثروت. يبقى دي كده اول انتري بتاعتي، اول حاجه بتمثل الطالب الا وهي اسمه. طب ليه انا حابب اقول النقطه دي؟ لان في بعض الطلبه تيجي تعمل لي الماب بالمنظر ده، ثروت، وبعد كده هنا مثلا الدرجه بتاعته بالمنظر. طبعا كسنتكس صح، لكن كلوجيك غلط. دي كده بتعبر عن حاجه تانية، دي كده مخزنه درجه ثروت. اللي قدامك دي مش مخزنه بيانات ثروت، لا دي مخزنه درجه ثروت فقط لا غير. ولو كملت وحطيت حاجات تانية زي مثلا احمد ومثلا 22، فانت كده خزنت درجات طلبه، ما خزنتش بيانات ثروت. فبالتالي دي كده طريقه تخزين بتعبر عن حاجه تانية. انا لما اقول لك ان انا عايز اخزن بيانات طالب، ففي المكان ده هيبقى بيانات الطالب بس. بيانات الطالب بتمثل قيم، اسم، ثروت، ايج 29، جي بي اي مثلا 2 مثلا. فكل قيمه لازم يكون ليها كي. فلما اجي اقول النيم اقول وقتها ثروت، لما اجي اقول الايج اقول وقتها 29، لما اجي اقول الجي بي اي اقول وقتها 2. معلش كتبت دي غلط، 2 بالمنظر ده كده. فبالتالي دي كده فعلا بتمثل بيانات طالب، اسمه، عمره، الجي بي اي بتاعه، وكل فاليو هي القيمه الخاصه بالكي. فدي كده فعلا تقدر تقول ان هي ماب للطالب اللي اسمه ثروت. ودي هتقابلها كتير جدا، ان انا يبقى عندي ماب بتريبريزنت طالب بالكامل او مدرس بالكامل او عربيه حتى، ايا يكن يعني الحاجه اللي انت عايز تحط بياناتها. دي طريقه لتخزين البيانات، طريقه مهمه جدا بنتعامل معاها كتير قوي، فبالتالي لازم تكون مألوفه بالنسبه لك. طب تكون مألوفه ازاي؟ بانك تكتبها كتير، اكتب الموضوع ده بايدك كتير، حاول تستوعبه مره في الثانيه في الثالثه، هتلاقي الموضوع بدأ يبقى ايه، يبقى واضح بالنسبه لك. فدي نقطه مهمه جدا. المهم تعالى نكمل السؤال بتاعنا. بعد كده بيقول لك print value، اي value، وابديت value برضو اي value. يعني هو بيقول لك من الاخر كده اعمل print القيمه واعمل ابديت لقيمه. فانا ممكن اعمل print مثلا لاسمه، اقول print الان، الماب هروح على الاسم بتاعه بالمنظر ده واعمل له print. ممكن اعمل ابديت للقيمه ازاي؟ نفس الكلام، بروح على الستودنت كده واقول له هات لي مثلا الايج بتاعه بيساوي، حط لي مثلا 30. لكن طبعا زي ما انت شايف مديني ايرور هنا على طول، لان ما ينفعش اعمل ابديت لماب غير لما احولها الاول لميوتبل ماب. فبالتالي وقتها ايه؟ وقتها اللاين ده يشتغل معايا. واللاين ده عايز اوضح فيه نقطه مهمه جدا، بس تعالى الاول نضيف انتري جديده، لان هو قال لي ضيف حاجه جديده. يعني بيقول لي هنا في المكان ده اهو print add a new key value pair، يعني ضيف حاجه جديده خاصه برضو للطالب اللي اسمه ثروت. فممكن نضيف ايه مثلا كي بيقول لي هو بيحب البرمجه ولا لا مثلا، يعني فممكن اقول الكي بتاعي likes كودينج، والفاليو هتكون بترو. فعايزك دلوقتي تقارن ما بين الاثنين دول هم حرفيا نفس الستيتمنت بالظبط، لكن كل واحد بيؤدي غرض مختلف. اللاين ده بيعمل ضيف للقيمه، واللاين ده بيضيف حاجه جديده. طب ليه الكلام ده؟ بكل بساطه الماب يا شباب ما ينفعش يبقى عندي فيه كي متكرر،
ما ينفعش نهائي. فبالتالي لما بتيجي تعمل اللاين ده هو بيبتدي يبص على الماب، هل الايدج دي موجوده؟ ايوه موجوده، خلاص روح اعمل ابديت للقيمه بتاعتها. طب لو ما كانتش موجوده ضيف الكي ده والقيمه بتاعته. وده اللي حصل في اللاين ده. هو راح بص على اللايكس كودنج، هل الكي ده موجود هنا؟ قالوا لا مش موجود. طب خلاص ضيف لي الكي ده، حط لي القيمه بتاعته. فبالتالي طريقه الاضافه احنا اتكلمنا ان عندنا طريقتين، دي كده طريقه منهم. والطريقه الثانيه طبعا ان انا اقول له خلي بالك انا عايز اعمل بوت لحاجه ايه، لحاجه جديده. الكي بتاعي هيكون مثلا لايكس كودنج سمول لايكس كودنج كده، والفاليو بتاعتي هتكون القيمه اللي هي ترو بالمنظر ده. الفكره كلها ان بوت خلي بالكم يا شباب هي مش بس بتضيف الكي والفاليو، لكن كمان بترجع لك القيمه اللي هتضاف. يعني ممكن مثلا اقول هنا فاليو ادد، بترجعها لك، يعني ممكن تستقبلها وتخزنها في متغير. دي مش بتعمل ده طبعا، مش بتعملها خالص. فبالتالي لو انت هتضيف قيمه ومهتم تستقبل القيمه اللي اتضافت، علشان ممكن تستخدمها في مكان تاني ايا يكن، يعني الحاجه اللي انت عايز تعملها اكيد ليها استخدامات يعني، بس لو انت مهتم بده فعلا فالبوت هتكون حاجه مثاليه. لكن لو انت مش مهتم بده، انت مش مهتم اصلا بالقيمه اللي هتضاف، انت بس هتضيف القيمه وانتهى الموضوع على كده، لا يفضل ان انت تخليها ايه، تخليها بالشكل ده. عشان كده هتلاقي مع بوت اساسا في وورنينج وبيقول لك ايه، حولها لاساينمنت عادي اللي هو المنظر. فبالتالي بوت والشكل ده الاثنين ممكن نستخدمهم عشان نضيف، لكن البوت فيها ميزه زياده ان هي بترجع لك القيمه اللي هتضاف، فاستخدمها لما تكون مهتم بكده، غير كده ما تستخدمهاش. ونبقى كده خلصنا النقطه دي. تعالى كده نشوف في ايه تاني ممكن نتكلم فيه. بيقول لك print all keys و all value. فبالتالي مثلا هاجي هنا هقول print كل الكيز، فممكن اروح على الماب بتاعتي واقول دوت عايز الكيز اهي، وبعد كده برنت ال n نفس الكلام هقول دوت وعايز الفاليوز، وبعد كده بيقول لي تشيك اف ا كي اكزيست، فنفس الكلام هروح على الستودنت بيقول لي تشيك اف ا كي، فانا محتاج الكيز عشان كده لازم اقول دوت وهات لي الكيز، وبعد كده شوف لي بتكونتين مثلا فلنفترض النيم، لان هو في النقطه الاخيره قال لي كده، قال لي فين اهي تشيك اف ا كي اكزيست. بما انه عايز يتشيك اف ا كي اكزيست فلازم اروح على الكيز اساسا عشان اشوفها بتكونتين الحاجه اللي انا مهتم بيها ولا لا. فانا دلوقتي بدور على النيم، فبالتالي لو النيم موجود هيقول لي ترو، مش موجود هيقول لي ايه، هيقول لي فولس. بس بكده يكون الفيديو ده انتهى، واستناكم الفيديو الجاي ان شاء الله، ومع السلامه.